السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير ولا خير ان شاء الله. مرحبا بكم عندي في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طاجين اللحم بالبرقوق، كيجي زوين بزاف وبنين البنات. وهذا الطاجين هذا معروف طبيعه الحال في المغرب. وبقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه تحضير هذا الطاجين هذا. وقبل ما نمر معكم في الفيديو ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء. ندوزو دابا نشوفوا المقادير. في المقادير غادي نحتاج اللحم الملج كيف تشوفوا معايا، اللحم ديال البقر. انا استعملت اللحم ديال البقر، نتوما بغيتو تستعملوا اللحم ديال الغنمين استعملوا. عندي هنايا 5 ديال حبات البصله، هاد الحبات هادو صغار، الا كانوا عندكم كبار ديروا غير جوج. غادي نحتاج جوج فصوص ديال الثوم، وغادي نحتاج لزيت الزيتون، وغادي نحتاج التوابل. عندي ملعقه كبيره الملحه، عندي الملحه، وعندي البابريكا او فلفل اسود، وعندي شويه ديال القرفه، وملعقه صغيره ديال الخرقوم والسكينجبير والزعفران، وعندي البرقوق، وعندي اللوز طبيعه الحال اللي غادي نقشروه ونغسلوه ونقليه. هذا للتزيين. اول حاجه غادي ندير البنات، غادي نتبل اللحم ديالي بالمقادير اولا بالتوابل اللي عندي. نزيد عليهم الزيت البلديه، غادي نتبلهم مزيان، وغادي نزيد عليهم القليل من الماء. هاد التوابل هادو ندوز فيهم اللحم خاصو يبقى على الاقل هكا ساعه ولا هكا باش يتشرمل مزيان. الا ما كانش عندكم الوقت خليوه 5 دقائق يتشرب شويه ديك التوابل عاد باش طيبوه. غادي ندوز دابا نشرم اللحم ديالي كيف كتشوفوا معايا. اللحم كتاخدوا هذاك اللحم اللي كيطيب، يعني كيكون كيطيب دغيا احسن. وصافي كتاخدوا اللحم ديالكم كتشرملوه بحال هاد الطريقه هذه، راه كتجي زوينه بزاف البنات. و هاد الوصفه هذه وطاجين اللحم بالبرقوق راه كيعرفوا يعني المغاربه كاملين. اش غندير هنا البنات؟ غادي نهز البصلات هذوك الصغيورين، غادي نطحنهم في الطحانه الكهربائيه. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني دائما فين كنشري الحوايج ديالي اولا الماكينه ديالي الكهربائيه، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط منين كنشري هاد الماكينات هادو. المهم البنات درت هنا البصله طحنتها شي شويه وجوج بصلات الاخرين غادي نقطعهم طريفات صغار. غادي يسولوني بزاف البنات علاش كديري هكا البصله كطحنيها وحده كتقطعيها. بالنسبه للبصله اللي كتطحن هي اللي كتعطينا ديك المرقه الخاطره البنات. وهذا الشيء يعني كيكون السر ديال الطاجين اولا ديال المرميطه او ديال اللحم هكا باش تجي لكم زوين بزاف وبنينه. وهنا البصله البنات كتقطعوها طريفات صغار مشلضه ماشي كبيره، تقدروا ديروه حتى يعني طويل. انا كيعجبني هكا يكون يكون هكا مربعات احسن، حيت ملي تيطيب تيعطينا يعني هذيك المرقه الخاتره يجي زوين بزاف. وصافي كنقطع البصله ديالي كيف كتشوفوا معايا البنات. هنا عندي البصلات صغيورين البنات كما قلت لكم. الا عندكم نتوما بصلات كبار فديروا جوج كبار، وحده شلضوها وحده طحنوها. وصافي غادي ندير البصله ديالي فشي تبصير بحال هاد الطريقه هذه. دابا غادي ندير الطاجين ديالي على البوطه كيف كتشوفوا معايا البنات. غادي ندير القليل من الزيت النباتيه العاديه. بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم طيبوا الطاجين ولا ما كيعرفوش كيفاش يطيبوه، بالنسبه للطاجين الا بغيتوه يجي لكم لذيذ ما تزيدوا ليه حتى نقطه ديال الماء، وما تبقاوش تحلوا عليه طاجين لولا لغطه ديالو كل مره تحيدوا عليه لغطه. هذا الشيء ما كيجيش يعني زوين، ولا ما كيخليش اللحم ديالكم يطيب وهكا، وكتضطروا انكم تزيدوا ليه الماء.
فهمتونا البنات؟ اللي بغيت نقول لكم هو ما تبقاوش تفتحوا بزاف الغطاء على الطاجين ديالكم، شوفوا واش فيه المرقه الكافيه اللي غادي يطيب فيه ونقصوا ليه العافيه. بالنسبه هنايا البنات غادي ندير البرقوق ديالي يطيب، وغادي ندير معاه ملعقه صغيره ديال القرفه مع مراش، وغادي نخليها العناصر يطيبوا، وغادي نزيد ليهم واحد قبيصه الملحه، غير قبيصه ماشي بزاف، وغادي نخلي داك البرقوق يطيب. وعاد باش غادي نعسلو غادي نزيد معاه السكر، ولا اللي بغات تزيد ليه العسل تزيد ليه. انا غادي نزيد ليه غير السكر، ولكن حتى يطيب عاد باش غادي نزيدو. صافي غادي نخلي البرقوق ديالي يطيب كيف ما قلت لكم، مره كنحركوه وكنشوفوا واش ديك الماء كافي ولا لا. مهم غادي نغطي عليه دابا، وغادي ندوز دابا اللحم ديالي بعد ما خليته شويه يتقلى في داك الزيت كيف كتشوفوا معايا راه تقلى. دابا غادي نزيد عليه البصله كامله اللي قطعتها واللي طحنتها كيف كتشوفوا معايا البنات. غادي نصايبها. ديروا من الاحسن البصله ديالكم من التحت، بعد ما تشحروا اللحم ديالكم ديروا البصله من التحت اللحم باش ما يتحرقش ليكم بحال هذا الشكل هذا. وصافي كتخليوه يطيب على خاطرو. كتزيد ديك المريقه اللي شاطت ملي علت التبيله كتزيدوا ليه الطاجين، وصافي كتنقصوا عليه العافيه. بالنسبه انا هذه عندي البوطه هذا ديال الضو، درت ليه الرقم 1. وهنا البنات كنقطع الثومه ديالي، وصافي كنخلي الطاجين يطيب مزيان. هنا كيف كتشوفوا معايا البنات راه البرقوق قرب يطيب. غادي ندير عليه شويه الملحه. هنا كيف ما قلت لكم زدت ديك المرقه ديال اللي شاطني على التوابل، غادي نزيدها على الطاجين. وصافي كنخلي الطاجين ديالي نغطي عليه، وصافي كنخليه يطيب. هنا بالنسبه للبنات كتشوفوا على حسب اللحم اللي عندكم، الا شفتوا ان الطاجين خاصو شويه د الماء ضروري ما تزيدوا ليه شويه د الماء باش ما يتحرقش لكم. وصافي كتغطيو عليه مره كنطلعوا على البرقوق. هنا البنات غادي ندير 3 الملاعق صغار ديال السكر. غادي نعسلوا البرقوق ديالنا بحال هاد الطريقه هادي، وصافي كنخليوه يطيب ولا يتعسل. كنحرشوه شويه بحال هاد الطريقه هادي، وصافي كنخليوه يتعسل على خاطرو. كنقصوا على العافيه طبيعه الحال، ما نجهدوش يطيب على خاطرو. وصافي هنا كنشوف الطاجين ديالي راه ما زدت ليها حتى نقطه ديال الماء البنات. هاد الماء اللي كتشوفوا دابا راه غير ديال البصله. غادي نقص العافيه وغادي نخليه يطيب على المهل ديالو بشويه عليه، وصافي ما نزيدو ليه حتى شي حاجه ونخليه يطيب على خاطرو. وصافي كما قلت لكم ما تحلوش عليه بزاف الغطاء ونقصوا العافيه. هنا عندي اللوز بعد ما قشرته غادي نقليه شويه الزيت. راكم عارفين الطريقه ديال التقشير ديالو، كديروا في الماء السخون وكتقشروه. هنا عندي البرقوق ديالي راه تعسل البنات. صافي غادي نحيدو نطفي عليه البوطه ونخليه جانبا. وصافي كنقدم لكم الطاجين هو هذا، كيجي بنين بزاف البنات. غير جربوه بهذه الطريقه هذه اللي قلت لكم. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش دائما ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فعجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لايك للفيديو. شكرا لكم على